هلا، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله راح يعجبكم. حنسوي انا وياكم ونجهز تشكيلة من اكلات للعشاء، لانه ام البيت دائما نظل حايرة بسالفة العشاء وش نسوي للعشاء. فهنا اكلات سهلة وسريعة وهمينة موادها كلها موجودة، وما راح تحتاجين مواد صعبة ومكلفة. فاول اكل عندي هنا بصل شرايح أو فلفل شرايح. خليت شوية زيت بالطاوة وحمستهم كل زين، بعدين ضفت عليهم صدر دجاج تقريبا 1/4 كيلو، همينة مقطعته بشكل شرايح. خليت عليه شوية فلفل أسود وملح، وضفت بوتيتا مقطعتها همينة نفس الشي، وخليت عليها بهارات اللي هي كركم وكاري وملح وبس. ضفت لها تقريبا 1/4 كوب من المي، وطماطة همينة مقطعة شرايح. يعني أي خضرة عندكم بالبيت تقدرون تخلوها، تمام. وعفتها، غطيتها وعفتها تقريبا ثلث ساعة نص ساعة لحد ما نشف المي مالتها وتسبكت، وصار الطعم رهيب تجنن. هذا الشكل النهائي. همينة سويت وياها شوية اسباجيتي للأطفال، يحبون هاي الأكلات. فأني هنا سويته بدون أي إضافة، سويته بالطريقة التقليدية العادية سهلة وسريعة. هنا أنا أول شي خليت مي يفور، خليت له شوية زيت وملح، وراها خليت السباكيتي لحد ما استوت. بلشت أحضر الصلصة. هنا أنا عندي زيت خليته معجون ماجي تقريبا ظرف إلى ظرفين حسب النكهة يعني. وراها خليت شوية كاري، وضفت المعكرونة، وتقدرون تضيفون شوية من مي السلق على مود شوية يعني يصير بيها صوص، بس أنا حبيتها تكون ناشفة. قلبتها كل زين لحد ما تجانست ويا الصلصة وصارت بهالشكل هذا. وهمينة تقدرون تضيفون عليها لحم مثروم أو دجاج مثروم أو دجاج مقطع براحتكم. هذا كان الأكل مالتنا. جربوا الأكلات حبايبي، كلش سهلة وبسيطة. إن شاء الله عجبتكم. أما الطبخة الثانية، هنا أنا عندي بوتيتا تقريبا قطعتين، قطعتها بشكل أقلام بهالشكل هذا. وراها قليتها لحد ما استوت يعني بشكل كامل، قليت كل الكمية. هنا أنا حضرت صوصج، طلعته غسلته وقطعته بشكل حلقات. وهمينة طلعت جبن موتزاريلا اللي راح نحتاجه، همينة جدا أساسي بهاي الأكلة. وهنا أنا عندي من هاي الشرائح مال الجبن متوفرة بكل مكان وسعرها كلش رخيص، تمام. حبايبي، أول خطوة هي قلنا نقلي البوتيتا، وراها نبدأ نقلي الصوصج همينة لحد ما يستوي. إذا الطاوة مالتكم صغيرة تقدرون تقلوا على دفعتين، المهم لازم يستوي ويتحمر من كل الجوانب، لازم يوصل هيج مرحلة. وراها حبايبي حنطلعه من الطاوة ونقلل الدهن اللي موجود بالطاوة، ونخلي عليه البوتيتا، تمام. ونبتي نسطر عليه الجبن. أول شي جبن الشرائح، وراها نخلي عليه جبن الموتزاريلا، ونص النار على آخر شي، تمام. ونخليه لحد ما يسيح الجبن ويذوب كله. ورا ما جهزة ومقسبت والجبن ساح، هنا أنا حبايبي عندي عيش لبناني، طلعته وخليت عليه كاتشب ومايونيز، وخليت من الأكلة اللي احنا جهزناها. وراها كبستهم بكابسة الصاج لحد ما قسبوا وقرمشوا وأغلوا لون حلو. وراها قطعتهم وأكلناهم. كلش طيبة هاي الأكلة وسهلة، أتمنى تجربوها، كلش راح تعجبكم، وخاصة الأطفال كلش راح يحبون
هاي الأكلة، لأنه صوصج وجبن وشغلات سايحة وبوتيتا كل إحنا نحب هاي الأمور. اللي عجبه الفيديو وحب القناة مالتي وحب الوصفات اللي أقدم لكم إياها، أتمنى يشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد أنزله بالقناة وتشاهدوه. وهمنا إذا عجبتكم وصفاتي أريد تعليق حلو من هديكم ولايك حلو، وهمنا تصلون على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهنا حبايبي هاي كانت وصفتنا، إن شاء الله عجبتكم، جربوها كلش طيبة. وهسه حبايبي راح نبدي نحضر الأكلة الثالثة. هنا أني حسوي كباب دجاج، بس كباب دجاج قلي يعني مو شوي. أنا منزلة لكم طريقة سابقا فيديو التفريزات كان هناك كباب شوي، همين جربوها طريقة كلش طيبة. بس هنا حبايبي حنسوي كباب قلي. فعندي أني صدر الدجاج كان باقي عندي تقريبا أزيد من الربع كيلو بشوية، فتقدرون تقطعوه بإيديكم مكعبات كلش ناعمة، أو تسووه بمحضرة الطعام لحد ما يصير يعني مثروم. تمام. وراها تضيفون عليه همينة تقدرون تقطعوهم أو هم تسووهم بمحضرة الطعام. بصل تقريبا راس واحد كبير، فص ثوم واحد، فلفل أخضر نص وحدة، وبتقدرون عادي إذا ما تحبون الفلفل عادي بدون الفلفل. وراها حبايبي معدنوس أو كرفس، وطماطة جدا ضرورية، تقريبا أنا ضفت قطعتين طماطة لأنه هي حتنطي الطراوة اللي إحنا نريدها، كلش طيب حيطلع. البهارات اللي ضفتها فلفل أسود، كركم، وتقدرون تضيفون 7 بهار. تمام. تعجنوه وتضيفون طحين لحد ما يتماسك العجينة، تخلوها بالثلاجة ساعة تقريبا حتى شوية تلزم وتاخذ النكهات، وتقلوها، وأكيد ملح حسب ذوقكم تخلون الملح. حضرت وياها نوع من المقبلات همينة كلش سهلة وبسيطة. عندي كان اكو ذرة بالثلاجة، والفلفلاية النص اللي بقت همينة قطعتها، وبرشة جزراية وحدة، وخليت عليها معكرونة اني سالقتها ومبردتها كل زين. التتبيلة او الصوص راح يكون عبارة عن مايونيز، وتقدرون تضيفون لبن بس انا ما ضفت لبن، الاساس مالتها هو مايونيز. تتبيلة السلطة اللي وضحتها لكم طلعت صورتها حتى تشوفوها، جربوا هاي النوعية كلش طيبة، وملح وبس. هي هاي التتبيلة، بس شنو الطعم رهيب. سويت شوربة عدس وخضرة والكباب وطماطة لاجعة وخضورات وهاي الأمور، فالأكل كان كلش طيب. جربوها حبايبي، كلش راح تعجبكم، وهمينة سهلة وسريعة تقدرون تحضروها بسهولة.